لاحظنا في كرسي الاحتياط ماشي غير شيبه كاع اللي جالسين، ما كانش داك رد الفعل ديال حيت بعد نوبات اللعاب لما تيضيع الكره غتلقى اول واحد تيتقلق هو المدرب، تيدير داك الحركات بيدو، يضرب يدو ولا يضرب رجلو ولا تيدير شوف داك زعما شوف هذا فين ضربها، لا ابدا كانه حتى شي حاجه ما كاينه. ونفس الشيء بالنسبه للعابه، بقى واحد الهدوء يعني هكاك. واش يعني عباره عن تعليمات، لان كره القدم هي هذه، ومشينا في هذا الشكل هكايا لانه حنا كمتتبعين تتقول هادو اللي ضربوا الكره بداك الشكل وحنا كيفاش ضربناهم، اذا حنا غنمشيو بنفس الطريقه، يعني انهم غيبقاو يشجعوا حنا نبقاو نضيعوا. لا، المنطق ديال الكره ما تيقولش هذا الشيء هذا، تيقول بانه ممكن انه ذاك النجاح اللي كان عندهم في الاول يكون عندنا. نبداو بالفريق الوطني. المقابله ديال الفريق الوطني المغربي مع الفريق الوطني لمالي، هاد المقابله داك 10 دقائق الاولانيه حنا تنديروا غير قراءه في المقابله باش حتى لما يجي داك النقاش مع المستمعين يعني تنمشيو بهاد المعطيات، لانه ضروري انه نقدموا واحد المعطيات ونديروا بواحد القراءه والتحليل اللي يمكن نخرجوا به. هاد المقابله هذه ديال المغرب مع مالي، العشرة دقائق الاولانيه 10 دقائق الاولانيه كنا محتفظين بالكره، يعني كان تيبين لي تنقول اودي بانه الفريق الوطني المغربي يعني دخل المقابله مزيان، تيمر الكره تتمشي لوسط الميدان من الدفاع للوسط، ولكن في 10 دقائق تغيرت الامور وصبح الفريق ديال مالي اكثر احتكاك للكره، وبان بانه عنده لاعبين متمرسين تيهاجموا بشكل جيد وتي عندهم فنيات ديالهم رغمونا ندافعوا. ولكن الشيء الايجابي بالنسبه للفريق الوطني المغربي هو انه هما يهاجمون تمير كرات ولكن احنا تندافعوا بشكل جيد. هذا يحسب للفريق الوطني. يمكن درسوا الفريق على انه عندهم مهارات، عندهم لاعبين، ما عندهمش لاعب واحد، عندهم يعني لعابه كثار اللي عندهم ذاك الامكانيات، خصوصا ذاك ديارة لاعب يعني الان كاين المراقبه ديال السن، ولكن تيبان لي بانه لاعبين شبعانين كره وتيلعبوا يعني بسهوله كبيره، ضغطوا علينا بشكل كبير. ولكن على المستوى الانضباط التكتيكي و يعني الدفاع بشكل جيد، اللعابه كانوا في مستوى عالي جدا. صحيح انه لما تبغي تدافع ما غتدافعش باربعه ولا خمسه د اللعابه، غتتعاون حتى باللاعبين ديال الوسط، ولما غتعاون باللاعبين ديال الوسط كون على يقين بانه المبادره غادا تولي قليله، وهكذا غتلاحظوا بانه الفرص اللي تاحوا لنا فرص اللي هي شويه قليله، يعني عن طريق ضربه راسيه او شي محاولات، ولكن ماشي بداك الشكل ديال انه غنسيطروا كما كانت عندهم هما السيطره. اذا الكره عند الفريق ديال مالي ونحن ندافع بطريقه جيده، اضافه انه عندنا حارس جيد، لاعب الحارس طه، حارس ماشي فقط تيتصدى للكرات ولكن اللي تيسير الدفاع ديالو بشكل كبير، اضافه لايت بودلال هذا المدافع الاوسط طويل القامه ولكن انيق في اللعب ديالو، ماشي طويل ونقولوا بانه غير تيبعد الكره. الملاحظه اللي قلت ودي واش بامكان اللاعبين ديالنا انهم يتغلبوا عليها هي انه في بعض الحالات تنبعدوا الكره، يعني ما تلعبوهاش، من تشدوا الكره ما تلعبوهاش الا في حالات نادره. يمكن هذا راجع لكون انه الا غنلعبوا الكره خصنا نطلعوا بها وغادي يولي عندنا واحد الارهاق بدني. يمكن كانت هذه طريقه ديال انه ابعاد الكره، ولكن الاستماته كانت بشكل جيد والدفاع كان مزيان، كانوا لاعبين تيسبقوا الكره، يعني في غالب الاحيان ما كانوش يخليوا الخطورات تقرب للمرمى. طيب بالنسبه للخط الامامي ديال الفريق الوطني المغربي عندنا واحد اللاعب سميتو الحموني. الحموني هذا بحال قلتي بوفال صغير، حتى هو تيراوغ، هو اللي مره
تينفس اللاعبين، تياخذ الكره ويمشي يقلب على مراوغ الاول الثاني باش يقلب على ضربه خطا باش تريح اللعابه. اكيد بانه هذا هو لانه كيمشي بوحده، وبوحده الشيء اللي غيدير هو انه يكثر من المراوغه باش يبحث على ضربه خطا باش اللعابه شويه يرتاحوا شويه وياخذوا الاماكن ديالهم. اذا تقريبا نقدر نقول لك بانه المقابله كلها مشات بهذا الشكل. يعني كنسميها فريق يدافع وفريق يهاجم. حنا دافعنا وعرفنا الامكانيات ديالنا اللي توصلنا للمباراه، اللي وصلنا للضربات الترجيحيه. علاش؟ لانه كل فريق تيشوف الامكانيات اللي توصلوا للمباراه النهائيه. هذه ما هياش بطوله الان. يعني الطريقه باش لعبنا كانت طريقه منظمه، علما بانه اللعابه ديالنا عندهم مهارات، ولكن مادام انه هما الاخرين اللي احتكروا الكره، هذيك المهارات تحولات الى مهارات دفاعيه، وهذا شيء طبيعي. اذا مشات المباراه للضربات الترجيحيه، وهنا غادي نجي واحد الجزء اللي هو مهم. شنو هو انه في الضربات الترجيحيه ضيعنا جوج، سجلنا واحده ضيعنا جوج في الوقت اللي هما ضيعوا حتى شي حاجه. لاحظنا في كرسي الاحتياط ماشي غير شيبه، قال لي جالسين ما كانش داك رد الفعل ديال حيت بعد نوبات اللعاب لما تيضيع الكره غتلقى اول واحد تيتقلق هو المدرب، تيدير داك الحركات بيدو، يضرب يدو ولا يضرب رجلو ولا تيدير شوف داك زعما شوف هذا فين ضربها. ابدا، كانه حتى شي حاجه ما كاينه. ونفس الشيء بالنسبه للعابه، بقى واحد الهدوء. يعني هكاك واش يعني عباره عن تعليمات، لان كره القدم هي هذه. ومشينا في هذا الشكل هكايا لانه حنا كمتتبعين تتقول هادو اللي ضربوا الكره بداك الشكل وحنا كيفاش ضربناهم، اذا حنا غنمشيو بنفس الطريقه. يعني انهم غيبقاو يشجعوا حنا نبقاو نضيعوا؟ لا، المنطق ديال الكره ما تيقولش هذا الشيء. هذا تيقول بانه ممكن انه ذاك النجاح اللي كان عندهم في الاول يكون عندنا حنا في الاخر. هو الشيء اللي وقع اضافه للحارس طه كان من صناع هذا الفوز، اضافه اللاعبين الاخرانيين اللي ضربوا بضربات ترجيحيه بشكل كبير، واللي كان ماشي غنقول جميل ولكن القدر اللي وصلنا للمباراه النهائيه. اخر ضربه جزاء اللي كان خصها تسجل ونتاهلوا هو اللاعب الزهواني، مع كامل الاسف خدا بطاقه وتنظن ما يكون شيء حاضر في المقابله النهائيه. على كل حال تابعنا مقابله فيها واحد نوع من الاراده، مثل هذه النتائج يعني راه تيرميو بالثقل ديالهم بزاف ديال الحوايج. حنا دابا حنا كنا في كاس العالم، هذاك النصف النهائيه ولا تتخلينا بانه خصنا نكونوا حاضرين في جميع الفئات. انا بغيت هذا الوصول الى المباراه النهائيه، وان شاء الله الا تمكنا من بالفوز يكون حافز للوداد وحافز للفريق ديال الوطن اللي اقل من 23 سنه، وهي غدا يعني باش نمشي في واحد النسق اللي انه فين ما نشاركوا في شي حاجه خصنا ننتصروا. نديروا بحال المصريين ما تيشاركوش شي حاجه اللي فيها دور اول دور ثاني، خصوصا على المستوى الافريقي وعلى المستوى العربي. تيشاركوا في الحاجه اللي غيديوها، اللي ما غيديوهاش يديروا منها بنقص، ما عدا الامور اللي عندها طابع عالمي. اذا هذا هو الشيء اللي يمكن نقول انا على هذه المقابله. عندنا لعابه صغار، وخاص ندير واحد الاضافه. هاد اللعابه الصغار اقل من 17 سنه، حتى شي واحد ما يفكر الان يقول لا خاصهم يمشيوا للفريق الاول لانه اللاعب باقي صغير 17 سنه. الحالات الاستثنائيه تيمكن لها تمشي، ولكن نبقاو نهضروا لا هذا خصو يمشي الفار، هذا يطلع هنا وهذا لا، اللعابه خليهم باقي الوقت، باقي خصهم يقلبوا على كاس افريقيا ديال اقل من 19 سنه. هذا هو باش نوصلوا للفرق الاولى والبطوله الاحترافيه. شويه ديال التأني من الرحمن.